نتيجة عادة سيئة بعملها في حياتي اليومية من سوء تغذية، من شرب قهوة على الريق، من تدخين بينتج عنها زيادة في الحمض في المعدة، حمض ال HCl، وينتج عنها حموضة المعدة أو بما تسمى بالهارت بيرن بسبب العادات السيئة في حياتنا اليومية. السلام عليكم، معكم دكتور محمد من صيدلية البنداري. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صيدلية البنداري في كل بيت. مين يا جماعة اللي بيجيله حموضة المعدة الشديدة دي؟ مين؟ اللي بيعمل الحاجات اللي احنا هنقول عليها دي. أول حاجة بياكل سريع جدا في الأكل زي ما يكون في حد بيجري وراه. تاني حاجة أنت بتاكل وتنام على طول، وترجع لما تقوم من النوم بتحس بحموضة شديدة جدا جدا في صدرك وألم رهيب في فم المعدة نتيجة انك انت اكلت امبارح وجبة تقيلة ورحت نايم. بعض الاكلات المعينة برضو ممكن تسبب لي حموضة، والمشروبات زي المشروبات التي تحتوي على الكافيين زي القهوة، الشاي، النسكافيه، البيبسي. بعض الاكلات زي الاكلات الحاره، اكل الشوكولاته، الاكلات اللي فيها دهون دسمه تعمل لي مشكله برضو. شرب الحمضيات برضو زي النعناع، الليمون يسبب لي برضو حموضه في المعده. الكحولات والخمور يسبب لي حموضه في المعده. لو انت بتعمل رياضه، الاكل قبل التمرين على طول مباشره يعمل لي حموضه اثناء التمرين. التدخين يعمل لي حموضه. الوزن الزياده يعمل لي حموضه. في ناس كمان من الضغوطات النفسيه والقلق الشديد يجي لهم حموضه. شوف دي كلها حاجات تسبب لي حموضه المعده. شوف انت بقى ايه الدنيا فيهم، انت عندك ايه وبيحصل لك ايه بسبب ايه. طيب هنبدا نعالج ازاي؟ هنتكلم الاول عن شويه نصايح. اول حاجه احنا قلنا ان ايه، ان الحموض ديت فيها حمض، في زياده حمض ال HCl في المعده. يبقى انا اعادل الحمض ده بايه؟ باي حاجه قلويه زي فاكهه مثلا فيها الموز. برضو الموز المستوي، الموز المستوي ده كويس قوي ان هو قلوي اصلا، مش المحجر. الموز المحجر هيبهدل لي معدتي، لكن الموز المستوي هيظبط المعده. تمام. الشمر برضو ممتاز. المكسرات حلوه جدا برضو قلويه. حاول تتجنب الاكل المسبك اللي فيه دهون كتير. الاكل الحار ده كله برضو قلله. حاول تاكل بالراحه، محدش بيجري وراك اقسم بالله. ما تضغطش بطنك، يعني البطن هتروح فين اكتر من كده؟ العمليه مش ناقصه اصلا. فقلل كميه الاكل اللي انت بتدخلها لبطنك. نصيحه تانية، بلاش تاكل بالليل وجبه دسمه، ولو اضطريت انك انت تاكل وجبه تقيله شويه يبقى قبل ما تنام ب3-4 ساعات، ولو قبل ما تنام على طول هتاكل وجبه خفيفه جدا. ظبط وضعيه نومك بحيث ان راسك وصدرك تكون مرفوعين عن باقي جسمك، علشان ال HCl او الحمض اللي موجود في المعده ما يطلعش على فم المعده ويبهدل لك الدنيا. بلاش اكل قبل التمرين مباشره، ولو هتاكل قبل التمرين علشان يبقى عندك سعرات حراريه اكتر تطلعها في التمرين، يبقى قبل التمرين بتاعي بساعتين علشان اتجنب حدوث حموضه. قلل التدخين برضه يا عم الحاج، كفايه قرف بقى، كفايه. ولو وزنك زايد يا باشا، خد الخطوه انك انت تقلل وزنك وتظبط اكلك، تبقى فرصه حلوه جدا ليك. دي كانت اهم النصايح اللي احنا لازم نعرفها عن حموضه المعده وناخد بالنا منها. تمام. هنتكلم بقى عن نقطتين احنا بنبقى فاهمينهم غلط وبننفذهم، بنعملهم على طول جدا لما بيكون عندي حموضه. اول حاجه، الناس بتشرب ميه ساقعه متلجه علشان يقول لك انا في حرقان موت، في ولعه موجوده فين؟ في بطني، في المعده، فانا انزل لها ميه ساقعه علشان تطفيها. يعني لا، انت بتخرب الدنيا، انت بتعمل كوارث في المعده. اوعى تعمل الحركه دي تاني. تاني حاجه، مشكله كبيره جدا، يقول لك اللبن. يا دكتور ده ما احنا عارفين من زمان ان اللبن للحموضه. لا، بصوا يا جماعه، اللبن فيه حمض، يبقى بالتالي احنا لسه قايلين من شويه في النصائح اي حاجه فيها حموضه لا، فيها حمض لا، لان الحمض بيزود الحموضه بتاعت المعده.
تاني حاجه يا جماعه ان اللبن فيه بروتين اسمه كازين، ده بيبقى فيه برضو NH3 وفيه اسيدز، فيه احماض برضو. فانا اخد بالي كويس جدا ان الحموضه بتاعتي هتقل شويه، وبعد كده في اثناء الهضم الحموضه هتزيد اكتر من الاول بكتير. يبقى بالتالي اللبن ده بيكون مؤقت فقط، بعدها بيبقى قوي جدا، الحموضه بتكون قويه جدا. فبلاش ميه ساقعه وبلاش لبن. تمام. دي يا جماعه كانت اهم النصائح وبعض المفاهيم الغلط اللي احنا بنستعملها او بنعملها عموما اثناء الحموضه. تمام. يلا نتكلم بقى عن الدواء. بصوا يا جماعه، في البدايه انا هدي فوار راني، فوار فواكه، دونبرازول فوار عادي برضه ممكن، كيس واحد كده عند اللزوم، ممكن مالوكس اكياس، جافيسكون اكياس، ده برضه هاخده بعد الاكل كده كيس. طب لو انا خدت الحاجات دي يا دكتور وما حصليش اي نتيجه جات لي، هنبدا نخش على حاجه اعلى، هناخد حاجه اسمها فاموتين 20، ده يتاخد قرص قبل الفطار وقرص قبل العشاء. تمام. لو مش عايز اخد فطار وعشاء هاخد الفاموتين تركيز 40، هو قرص واحد قبل الفطار وما زودش. تمام. اللي زيه بقى هتلاقي عندك الفاموتاك وعندك الانتودين، ده كله هيديني نفس الشغل بتاعه على طول. طب انا دلوقتي برضو خدت الحاجات ديت وماشي عليها اصلا من قبل كده وما جابتليش نتيجه، هعمل ايه؟ هنخش على ليفل اعلى شويه. تمام. زي ايه مثلا؟ زي الاوميزا 20، برضو عندي منه تركيزين، ال 20 وال 40. ال 20 هتاخد ايه؟ قبل الفطار وقبل العشاء، لكن ال 40 هتاخد قبل الفطار بس. حلو. اللي زيه بقى عندك البيبزول، عندك الهيلسيك، عندك كذا حاجه يعني. تمام. قول للدكتور او قول للصيدلي على اي حاجه زي الاوميز، هيديك حاجات كتير، متوفر كتير جدا في الصيدليات يعني. تمام. طب لو انا خدت اصلا ماشي على البيبزول والهيلسيك يا دكتور وماشي على الحاجات دي كلها والاوميز ومفيش اي نتيجه برضه، هعمل ايه؟ هنخش على ليفل الوحش، او قبل ليفل الوحش برضه كمان، نخش على ليفل اعلى شويه، هناخد زي البانتولوك 20 وال 40، برضه تركيز 20 وتركيز ال 40. برضه ال 20 هيتاخد برضه فطار قبل الفطار وقبل العشاء، وال 40 هيتاخد قبل الفطار فقط، قرص واحد بس في اليوم. مهم جدا جدا. اللي زيه بقى عندك الكونتورلوك وعندك الزوركال وعندك البروتوفيكس، دي كلها حاجات زيه. تمام يا جماعه. ان شاء الله باذن الله بعد الفيديو ده انت مش هتحتاج لاي حاجه تانية غير بعض الادويه ديت. وطبعا احنا في كل مره هنقول حاول دايما تستشير الصيدلي او تستشير الطبيب في اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي. وان شاء الله اكون فدت حضراتكم بالفيديو البسيط جدا ده. ولو في عندك اي حاجه حابب ان انت تعرفها خش اتكلم جدا، انا تحت امر حضراتكم. وعايز حاجه برايفت انا تحت امرك برضو على مدار ال 24 ساعه باذن الله. كان معكم دكتور محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.